يوم جديد، يوم حافل الى حد كبير. هروح اجهز الحاجه بيسكس مع احمد، اروح اجيب انس استغله في الحوار ده. انس كان مسافر مشفتوش بقى كتير، وبعد كده هنودي الحاجه فيرجن، وبعد كده احتمال اعمل ميت اب صغير كده هناك في فيرجن، اقابل شويه ناس، وبالليل عندي لقاء في هدى تي في تاني ان شاء الله. يعني هيبقى تكمله للحوار بتاع المره اللي فاتت باذن الله. اوه برو، ايه ده؟ انت بقيت بتلبس كابات ليه؟ بوكيمون وبتاع ولا ايه؟ عشان اللي تحت الكاب. خش وعشان بوكيمون. عشان بوكيمون وحشني. شاريزارد. في ناس بقول لك ايه، انا نسيت المفتاح جوه اساسا. في ناس فاكره ان انت اللي بتعمل الديزاينز. ايوه انا بعملها. دي بقى ايه مشكله؟ دي مشكله لازم تتحل. عارف تتحل ازاي؟ ان انا اعمل ديزاين. بالظبط بدل ما نتحوج لناس من بره، عشان كنت عايز ابتدي ادخل ديزاينرز من بره خش، فليه ما نعمل احنا الديزاينز بتاعتنا وخلاص؟ عيب عليك. مش عارف اعدي. عايش يا وحش. انس، احمد، انت دول كده حطيت ال يو جامد جدا التيشيرت. يس. صبح وليل. مش عارف يعني ايه بس عايش. يعني هينور بالليل. ايوه ماشي. اشوفك على خير. سلام. وصلت سيتي ستارز بس لوحدي، غيرنا الخطط. اطلع اقابل حسام دلوقتي ان شاء الله، مشفتوش بقالي كتير قوي. بسم الله. افكك اجزاء البتاع دي عشان ايه ما يسيتموش عليا سيتي ستارز. بفكر احطها هي كمان جوه، بس خلاص بقى فك المايك. رايح فيرجن دلوقتي اطمن على الحياه، بص كده على الدنيا. انا ركبت المايك تاني بس خايف امسك الجوريلا بود لحد يلاحظه يقول لك ده سلاح ولا حاجه. بص ده اتخرم. ما شاء الله. بقول لك ايه اللي انت عامل شغل جامد فشخ. عامل ايه؟ بقالك كتير قوي ما ظهرتش في الفلوج. سايبك تاكل عيش عشان اثبت لك ان الفلوجات واقعه من غيري. كل الناس. بس انا مش بصور كتير هنا عشان المزيكا دي حرام. ما عنديش مانع نرزع في الحوار ده. رزع يا معلم ولا يهمك. صدق عيب يا عمر. لا احنا عايزين لا ده بيطلع دايما مشهور هو يعني. انا طلعت في الفلوج. جايين ايه تجيبوا ايه؟ استبرك. انا بحب استبرك. ان واحد خايف على واحد مثلا او كده. لا سيبه يسجلك. هيقول بشده شويه او بقسوه، بس هو عشان انا عايز مصلحته انا من وجهه نظري برضه. بس ما انت الكلام ده من وجهه نظرك اللي انت مؤمن بيها ومقتنع بيها بناء على سندات معينه. انا برضو عندي وجهه نظر ومقتنع بيها كل الكلام ده. الحاجه المضحكه جدا ان هم بيتكلموا في المزيكا حرام ولا حلال، والمزيكا دي شغاله في حلو التيشيرت ده استبرك. استبرك. احنا بدأنا من 3 سنين عايزين نريبريزنت المودرن مسلم. ده واحد بدأنا كويس اسمه إيليان بيرد. الناس بتبص لنا على ان احنا ملتحين وناس غريبه وايليانز ومش عارف ايه. الترند كلها متمحوره حوالين الموضوع ده، ان احنا شباب عندنا ثقافه معينه وفكر معين، والديزاينز بتاعتنا فيها مثلا جرافيتي عربي زي اللي انا لابسه ده،
تمام. هو ايه اصلا الجرافيتي العربي ده؟ مفيش حد كتير بيعمله، فلما واحد شايف ان المسلمين دول ناس غريبه وناس متاخره وحوارات زي دي، يجي يلاقي جرافيتي اللي هي اصلا حاجه الناس بتشوف ان دي حاجه صعبه تتعمل وصايعه وكول ومش عارف ايه، وكمان عربي اللي هو لا الناس دي بتعرف تعمل حاجه انا ما بعرفش اعملها. ففكره اصلا ان انا اعمل حاجه ما حدش بيعرف يعملها دي بتفرض على الناس ان هم يحترموني. شفت الشيوخ بيطيروا ازاي؟ ما شاء الله. غريب ان الامريكان المسلمين بيقولوا يا اخي، ما بيقولوش برو، فاهم يعني؟ هم اخي دي سكول عندهم هم يا اخي. انا شفت الحوار ده في الضلمه. ما شاء الله، اللهم بارك. سبت الشباب كلها ومشيت. هروح اجيب ابويا دلوقتي من المكان اللي هو فيه. بالليل عندي زي ما قلت لكم اللقاء بتاع هدى تي في دوت. في بنتين بس بسوري ورا، معرفش ليه. قابلت واحدة في المحل بتجيب كيندر سربرايز لابنها، اللي هي البيضة بتاعت كيندر دي. الراجل بيقولها ب8 جنيه، فتربت بس جابتها برضو. فقلت لها زمان كانت بتبقى ب2 جنيه وكانت غالية برضو. ايه الحلوة اهي، الحركة الفصيلة بتاعت البتاعة دي عشان يعلم على انك ما دفعتش يعني. كان فاضل لي لتر الا ربع والعربية توصل مني. اروح دلوقتي اقابل جعباص اديله البضاعة التانية. اللي عايز تي شيرتس يروح لجعباص بقى ان شاء الله. البولوز تقريبا بتخلص، فاللي عايز يلحق يعني اواخر القطع يبقى يقول لي، او قصدي يروح لجعباص. دلوقتي عند جعباص بري ستوك، هو مش موجود. ماشي يا حبيبي. انا هحاول في كل فلوج ان شاء الله اسيب نصيحة في اخر الفلوج. الحمد لله انا عارف ان الفلوجز بتاعتي كلها بفضل الله فيها افادة، يعني حتى الحاجات اللي ما فيهاش كلام بيتقال انا ببقى حاطط حاجات ممكن انت ما تبقاش واخد بالك منها، بس بتفرق معاك في حياتك بعد كده. انا عارف كده وقاصد كده جدا، بس برضه هبقى احاول في كل كام فلوج كده، في اغلب الفلوجز اسيب كده عصارة اليوم، اسيب كده حاجة استفدتها من اليوم، اسيب كوت مثلا اتعلمتها النهارده او حاجه زي كده. فالنهارده الحاجه اللي انا عايز اقولها كده سريعا، وهي تحديدا للشباب الكرييتيف، الناس اللي هم بيعملوا مثلا تصميمات ولوجوهات وحاجات زي كده. الناس الكرييتيف اساسا بيخافوا من الفلوس، الناس اللي بيعملوا ديزاين بيخافوا من الفلوس وبيتكسفوا من الفلوس وبيتكسفوا يطلبوا حقهم. دايما احنا بنعاني من فكره ان لما حد يجي يقول لي عايز لوجو، بخاف اقول له اللوجو ده ب1000 جنيه ولا ب10000 جنيه ولا بأي كان، فده بيعمل مشاكل. اول مشكله بيعملها ان انا بحس ان انا شغال وانا مش واخد حقي، فما بعرفش اشتغل، ما بعرفش اطلع احسن ما عندي. تاني حاجه اللي بيحصل ان ممكن الراجل وانا شغال يضحك عليا وما يدينيش فلوسي بعد ما يستلم حاجته، وابقى انا كده ضيعت وقتي على الفاضي. تالت حاجه اللي بيحصل ان انت لما ما بتطلبش فلوس ولما ما بتطلبش حقك، انت بتقلل من قيمه شغلك وبتصعب الدنيا على بقيه الناس اللي زينا، اللي هم عيشتهم اصلا مبنيه على الفريلانس. مش انا الحمد لله يعني قوي للدرجه دي يعني، بس ايه، بقيه الشباب اللي معتمدين على فكره ان حد يعمل لهم، حد يديهم فلوس مقابل لوجو. الناس بقى بتتعود على ان الناس دي ما بتاخدش فلوس، فبيروح يقول لك يا عم اعمل لي لوجو وابقى اديك فلوس ولا ما بديكش فلوس ولا مش عارف ايه، لان هو اتعامل معاك ولكن انت ما بتاخدش او بتتخاذل في انك تاخد حقك والدنيا ايه اي كلام، ولو انت مش عايز تديني فلوس قشطه وبتاع، فانت بترخص المجال كله بجد يعني. فالنصيحه القويه جدا ان انت حدد سعرك، قوله بكل قوه، وابقى عارف بمنتهى الايمان ان انت لما تاخد فلوس ده هيخليك تبقى مخلص اكتر للشغلانه، لان الوقت بتاعك ده انت ممكن تكون بتستغله في حاجه تانية تجيب لك فلوس، او في حاجه تانية افضل من كده لو هي خيريه مثلا، لو انت عايز تعمل حاجه خيريه صباح الفل عادي. طبعا احنا بنتكلم على الحاجات اللي فيها فلوس، لان كلنا بنعمل حاجات من غير فلوس احيانا، بس دي بتبقى اللي هو ايه، انا عايز اعمل كده، مش انت اللي تيجي تغصب عليا ان انا اعمل حاجه كده، ولا تيجي تقول لي احتسب ومش عارف ايه. ما انا بحتسب، مش معنى ان انا باخد فلوس
يبقى انا ما بحتسبش. خلي بالك، مش معنى ان انا باخد فلوس يبقى الشغل ده مش لله. اوعى تفكر كده خالص. الناس ما بقتش تستغرب خالص حوار التصوير والكاميرا والكلام ده، سبحان الله خالص بقى. يعني اللي هو انا حاسس ان انا اصلا مع حد شفاف، يعني محدش شايفني. المهم يعني، فخد فلوس وخد فلوس تكافئ شغلك. واوعى اوعى اوعى تبتدي اي شغلانه في حياتك الا لما تاخد 50% مقدما. اوعى اوعى. هجيلك بالذات، هجيلك انت وانت عارف نفسك. انتوا كل واحد بيعمل كده عارف نفسه. اوعى تبتدي غير لما تاخد 50% up front، لان لو انت بدأت وما خدتش الفلوس دي، الشخص اللي انت بتعامل معاه مش هيعتبر انك جد، وممكن يفكك في نص الطريق بعد ما تكون عملت مثلا 5 6 7 سكتشات ولا محاولات. بعد كده يجي يقول لك فيكس، فانت تكون ضيعت مثلا يومين من حياتك كنت ممكن تعمل بيهم شغلانه تانية تجيب بيها فلوس، وخلاص بقى هو ده بقى اسلوب حياتك. بقيت بتتكسف، ودي اتراكمت على التجارب اللي فاتت بتاعت ان انا ما باخدش فلوس، وان انا مش عارف اخد فلوس، وان الناس بتضحك عليا، وشغلي فكسان والكلام ده. فخد فلوس وما تقرفناش.